أتمنى أن تكون بخير. مثل كل شهر سأقدم لك أفضل 5 أفلام على نتفليكس لشهر ديسمبر 2022، والبداية ستكون مع فيلم ترول. فبعد الكشف عن الإعلان للفيلم الخيالي The School for Good and Devil خلال أسبوع الجيكد ويك، أعطت نتفليكس للمشتركين أول نظرة على فيلم ترول، وهو فيلم مستوحى من الفولكلور النرويجي وصدر هذا الشهر. قصته تدور في أعماق جبال دوفر، حيث هناك مخلوق عملاق يستيقظ بعد 1000 عام من الأسر ويقوم بتدمير كل شيء في طريقه، ويقترب بسرعة من أوسلو واضعا حياة الجميع على المحك. في الثاني من ديسمبر ستجد Warriors of Future. أحداثه تدور عام 2055، حيث اصطدم نيزك بالأرض يحمل بذرة غريبة سريعة النمو تسمى باندورا، ووقع ذلك بأرض قاحلة دمرها التلوث والاحتباس الحراري. باندورا تنقي الكوكب لكنها تقتل كل شيء في طريقها، ولحماية مواطني هونغ كونغ حاولت وحدات مدرعة ثقيلة في المدينة لمحاولة تدمير باندورا والكشف عن حقائق وراء ذلك. في الثالث من ديسمبر فيلم بوليت ترين الذي صدر مؤخرا في السينما، وهو من إنتاج كولومبيا بيكتشرز وليس نتفليكس، ولكن لأني استمتعت به أردت وضعه في هذه القائمة. قصته حول 5 قتلة يجدون أنفسهم على متن قطار سريع يسافر بين طوكيو وموريوكا، مع توقفات قليلة جدا وقصيرة في كل محطة. سيكتشف المجرمون ال5 أنهم جميعا مرتبطون بمهمة واحدة، ويتساءلون مستغربين عمن سيخرج حيا وما الذي ينتظرهم في محطة الوصول. الفيلم جميل جدا وبه كثير من الأكشن ودفعة كبيرة من الأدرينالين، إلى جانب ثلة من نجوم هوليوود على غرار براد بيت، جوي كينغ، آرون تايلور جونسون والفنان اللاتيني الشهير باد باني. We are right on schedule. Everything that's ever happened to you. This is gonna sting, bitch! Has led you here. Fate. That's a shit deal. في السابع من ديسمبر نزل فيلم إيميلي ذا كريمينال، وقصته كما فهمت من العنوان حول إيميلي التي بعد ارتكابها لبعض الأخطاء في حياتها وجدت نفسها مثقلة بالديون وغير قادرة على العثور على وظيفة لأنها تملك سجلا جنائيا رغم بساطته، ولهذا السبب أيضا تعين عليها قبول وظيفة مشكوك فيها وهي كمشتر وهمي. الفكرة هي استخدام بطاقة الائتمان المسروقة التي يقدمها الوسيط لشراء سلع مختلفة. سرعان ما أغوت هذه البيئة الغير مشروعة إيميلي، ووجدت فيها الكثير من الإثارة، وخاصة بعد تعلقها بمعلمها يوسف. لذلك قررت أن تضع خطة لنقل هذا العمل الخطير إلى مستوى أعلى. الفيلم ممتع وسيعجبك حتما. في 23 من ديسمبر ستجد فيلم Glass Onion A Knives Out Mystery، وهو عبارة عن الجزء الثاني لفيلم Knives Out الذي صدر عام 2019، ويلعب بطولته أيضا جيمس بوند دانيال كريغ في دور محقق خاص يدعى بنوا لبلون. وفي هذا الفيلم تمت دعوته مع بعض الأشخاص الآخرين للمشاركة في نهاية أسبوع على جزيرة خاصة لمليونير غريب الأطوار، وعلى الفور حدثت جريمة قتل حقيقية، وأصبح جميع الأفراد الموجودين بما في ذلك حاكم ولاية كونيتيكت، مصمم أزياء، عارضة أزياء سابقة، وأحد مشاهير السوشيال ميديا مشتبه بهم. سيحاول المحقق بنوا لبلون العثور على الشخص المسؤول عن الجريمة قبل وصول الشرطة في صباح اليوم التالي، لكن المشكلة أن كل شخص منهم لديه سبب وجيه لتنفيذ عملية الاغتيال. This is reckless. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks.
من المؤكد أنك ستستمتع بهذا الفيلم في 23 من ديسمبر، وذلك بعد كأس العالم التي أتمنى أن تفوز بها المغرب. الحلقة مسجلة قبل مباراة فرنسا والمغرب وستنشر بعدها، لذا أتمنى من كل قلبي أن يكون المغرب الشقيق في النهائي ويشرفنا كعرب ومسلمين، وبدعواتكم إن شاء الله سنحقق المستحيل في عيون العالم لكن ليس في عيوننا، وهو الفوز بكأس العالم. وإن لم يحدث ذلك فشكرا لكل لاعبي منتخب المغرب، فقد شرفتونا ورفعتوا رؤوسنا عاليا. وإن كنت ممن شجعوا هذا الفريق الرائع اكتب لي أسفل الفيديو موروكو أو المغرب بالعربية. شكرا جزيلا لك على المشاهدة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.